انا عارفه انك بتفرهد لما تمشي خطوتين، والرياضه دي مش سكتك، وان مش منطقي انك تبقى صايم وتنزل تجري. بس الحقيقه بقى ان الرياضه في رمضان مفيده بشكل ما تتوقعهوش. فتعالى معايا وانا هفهمك. معاكم اخصائيه التغذيه ساره عصام من برنامج معلومه خفيفه. الرياضة في رمضان، لو هتلعب رياضة وانت صايم ده ليه إيجابيات وسلبيات. لما تلعب رياضة جسمك بياخد الجلوكوز من مخازن الجلايكوجين اللي في الكبد والعضلات ويحولها لطاقة تتمرن بيها. بس أكتر ناس مرشحش ليهم الرياضة وقت الصيام هم مرضى السكر النوع التاني ومرضى جراحات السمنة علشان ما يحصل لهمش تعب وهبوط. طب امتى أحسن وقت نلعب فيه رياضة في رمضان؟ في وقتين نقدر نتدرب فيهم، قبل الفطار وبعد الفطار. بس اي وقت احسن؟ مفيش احسن، الاتنين ليهم فوائد مختلفه. يعني قبل الفطار بساعه لو اتمرنت هتزود في جسمك حرق الدهون. يعني لو عايزين نخس قبل العيد نستغل الفرصه دي ونتمرن. اهم نقطه نمشي عليها ساعه الفطار اننا نشرب سوائل كويس عشان ما يحصلش جفاف او تعب، وطبعا مش عصاير مسكره عشان ما نضيعش اللي احنا عملناه. هي الميه حلوه قوي واحسن حاجه ممكن نشربها في العالم. ولو عايز تزود الكتله العضليه يفضل انك تتمرن بعد الفطار بساعتين، وبرضه هيزيد من معدلات الحرق عندك. يعني ما تكسلش بعد الفطار وروح الجيم ومفيش حاجة بعد كده. وحاجة واحدة عايزة أوضحها، إن مش الرياضة هي اللي بتخسس، النظام الغذائي اللي فيه عجز في السعرات اللي المفروض تاكلها في الطبيعي هي دي اللي بتخسس. بس في نفس الوقت لو ماشي على نظام غذائي بدون رياضة معدل نزول الوزن هيقل بسبب إن معدل الحرق قليل. الحل إن احنا نلعب رياضة بشكل مستمر، علشان الرياضة بقى هي اللي بتخلي معدل الحرق يعلى. بس أهم حاجة نمشي عليها في رمضان إن احنا نقسم أكلنا صح، نبعد عن السكريات والحلويات ونكتر من السوائل ونزود في الألياف علشان نلاقي نتيجة حلوة نقدر نحضر الفرح اللي في العيد وشكلنا يبقى حلو بالبدل والفساتين.